من أرض كربلاء يعلو هذا النداء. لبيك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبتم وطابت الأرض التي دفنتم فيها شهداء أحرار. هذه الحلقة الخامسة من سلسلة مقتل الإمام الحسين نقدمها بين يديكم ونستعرض من خلالها ما حصل وظهر من آيات كونية، وهي بطبيعة الحال لا تحصل اعتباطا وبدون سبب. أقول وبالله التوفيق منه السداد. هناك آيات سماوية يظهرها الله في الآفاق كالكسوف والخسوف، وآيات في الأرض كالزلازل والرياح وما أشبه. والسبب الرئيس لهذه الآيات كي يخوف الله بها عباده ويذكرهم به أو للعقوبة. فكيف إذا كانت هذه الآيات قد حصلت بعد وقوع حادثة أليمة حضرها النبي بنفسه، وكان يلتقط دم ابنه الحسين وأهل بيته وأصحابه وهو أشعث أغبر، وقبل وقوع الحادثة كان غاضبا ويبكي صلى الله عليه وآله وعيناه تذرفان دموعا على مقتل الحسين. فهذا أدل دليل على أن وقوع هذه الآيات دلالة على غضب الله عز وجل على هؤلاء الظلم المجرمين وعلى الذين لم ينصروا أهل البيت عليهم السلام مع استطاعتهم ومكنتهم. فلذلك حدثت هذه التغيرات أو الآيات الكونية. فمثلا يقول تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وقال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فقوم عاد أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عذابا لهم وإنذار. وقوم صالح عقروا الناقة التي خرجت من الجبل فأرسل الله عليهم رجفة. فما بالك بالإمام الحسين المعصوم ابن النبي المذبوح كالكبش محزوز الرأس وممزق الأعضاء مطروحا على رمضاء كربلاء. أليس هو أكرم عند الله من الناقة التي عقرت؟ فكيف لا يغضب الله عليهم ويخوفهم وينذرهم بآيات كونية؟ جاء في كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي الحسيني صفحة 67 قال: ومما ظهر يوم قتله أن السماء أمطرت دما، وأن أوانيهم ملئت دما، وانكسفت الشمس ورؤية النجوم، واشتد الظلام حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت، وأن الكواكب ضربت بعضها بعضا، وأنه لم يرفع حجر إلا رؤية تحته دما عبيط، وأن الورس انقلب دما، وأن الدنيا أظلمت 3 أيام. أقول بأن هذه الأمور والآيات كما وردت في أحاديث كثيرة فهي في الجملة تعطي معنى جامع، ألا وهو حصول تغيرات كونية بغض النظر عن ثبوت أو عدم ثبوت بعض جزئياتها. روى ابن سعد في الطبقات الكبرى في المجلد السادس صفحة 455 بسنده المعتبر عن محمد بن سيرين قال: لم تر هذه الحمرة في آفاق السماء حتى قتل الحسين بن علي رحمه الله. وقال أيضا ابن سيرين: لم تكن هذه الحمرة في السماء عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى قتل الحسين رضي الله عنه. وروى ابن قولويه في كامل الزيارات صفحة 194 الحديث التاسع بسنده المعتبر عن الصادق عليه السلام قال: احمرت السماء حين قتل الحسين بن علي سنة ويحيى بن زكريا وحمرتها بكاؤها. وكذلك الحديث العاشر بسنده المعتبر عن الصادق عليه السلام قال: ولم تبكي السماء إلا على الحسين وزكريا. قال: قلت: وما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء. فإذا السماء عند الشروق والغروب كانت حمراء. ومعنى هذه الحمرة يعرفها من كان عنده علم الكتاب. فأهل البيت عليهم السلام قالوا بأن هذه الحمرة هي بكاء للسماء. فتوصيف الإمام المعصوم للأمور الخارجية وتحديدها لا يكون ظنيا، بل هو توصيف وتحديد حقيقي. وأخرج الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد 18 صفحة 567 عن أم حكيم قالت: قتل الحسين وأنا يومئذ جويرية، فمكثت السماء أيام
أياما مثل العلقة. ثم يقول الهيثمي: ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح. أقول: والمراد من العلقة أي أن السماء كانت حمراء جدا مثل علقة الدم. وروى الشيخ الصدوق رحمه الله في عيون أخبار الرضا في المجلد الثاني صفحة 125 حديث 58 بسنده المعتبر عن الإمام الرضا قال: حدثني أبي الكاظم عن أبيه الصادق عن جده الباقر عليهم السلام قال أنه لما قتل جدي الحسين صلوات الله عليه أمطرت السماء دما وترابا أحمر. أقول: وسقوط التراب الأحمر من السماء هو عطف بيان لمعنى أمطرت السماء دما، فيكون المعنى السماء أمطرت دما ومطرها هو سقوط التراب الأحمر. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد الثامن عشر صفحة 567 عن الزهري قال: قال لي عبد الملك: أي واحد أنت إن أعلمتني؟ أي علامة كانت يوم مقتل الحسين؟ فقال: قلت: أي الزهري، لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبير. فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقريبان. ثم يقول الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات، ومراده ببيت المقدس أي فلسطين. وكذلك الحديث الذي بعده عن الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. ثم يقول الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أقول: ومراد الزهري بقوله بالشام أي الشامات، وهي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى في المجلد السادس صفحة 454 بسند معتبر عن أبي رجاء العطاردي الذي كان ناصبيا يحارب مع عائشة ضد الإمام علي في حرب الجمل، حيث يقول: لا تسبوا عليا يا لهفتاه على أسهم رميته بهن يوم الجمل، مع ذلك قصرنا والحمد لله عنه، أي عن الإمام علي. طيب يا أبو رجاء، لماذا تأمر الناس أن لا يسبوا عليا ولا أهل بيته مع أنك كنت قد حاربته؟ فيقول أبو رجاء: إن جارا لنا من بلهجيم جاءنا الكوفة فقال: ألم تروا إلى الفاسق ابن الفاسق قتله الله، يقصد الفاسق الحسين ابن الفاسق علي بن أبي طالب العياذ بالله. يقول أبو رجاء: فرماه الله بكوكبين في عينيه فذهب بصره. يعني أبو رجاء توقف عن سب الإمام علي خوفا على نفسه أن يصيبه الله بكوكبين كما أصاب هذا الجار الذي تجاوز على أهل البيت. وأخرج الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد الثامن عشر صفحة 566 قال: وعن أبي رجاء العطاردي قال: لا تسبوا عليا ولا أحدا من أهل البيت فإن جارا لنا من بلهجيم قال: ألم تروا إلى هذا الفاسق الحسين بن علي قتله الله والعياذ بالله، فرماه الله بكوكبين في عينيه فطمس الله بصره. ثم قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وجاء أيضا في مجمع الزوائد للهيثمي في المجلد الثامن عشر صفحة 568 عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي، أي القيامة. ثم يقول الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. قد تقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله بأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد؟ فكيف نوفق بين هذا الحديث والحديث السابق؟ وفي هذا الصدد يجيب العلامة المجلسي في مرآة العقول يقول: لا ينكسفان أي الشمس والقمر لموت أحد، أي بمحض الموت، بل إذا كان ذلك بسبب فعل الأمة واستحقوا العذاب والتخويف يمكن أن ينكسفا لذلك، فلا ينافي ما روي في الأخبار من انكسافهما لشهادة الحسين صلوات الله عليه ولعنة الله على قاتله، فإنها كانت أي الانكساف بفعل الأمة الملعونة واستحقوا بذلك التخويف والعذاب، بخلاف فوت إبراهيم أي ممات إبراهيم، فإنه لم يكن بفعل الأمة.
فالنتيجة هذه الأخبار المعتبرة التي سردناها تثبت تفاصيل وقوع الآيات الكونية، ووقوع الآيات دلالتها أولا وبالذات على غضب الله على تلك الأمة التي قتلت الإمام الحسين ونصبت له الحرب والعداء. وكفاك بهذه الآيات دلالة وعظة بأن هؤلاء القتلة مجرمين يجب التبرؤ منهم ولعنهم، لأن الله لا يغضب إلا على الملعون المغضوب عليه وهو من أهل النار. والعجيب أن في هذه الأمة من يترحم على يزيد الطاغية المجرم، وكما قال المعصوم عليه السلام: الإنسان يحشر مع من أحب، حشركم الله مع يزيد. الحمد لله رب العالمين الذي جعلني وإخواني من المؤمنين من أتباع النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام، وطهر قلوبنا من البغض والنصب لآل محمد عليهم السلام، وزرع في قلوبنا المحبة والمودة والاتباع والتمسك بهم. وفي الحلقة المقبلة بإذن الله سنتكلم عن مسألة مهمة، وهي أنه لماذا أتباع السقيفة لا يبكون على الإمام الحسين، لا وبل وصل بهم الحد إلى الفرح والسرور يوم عاشوراء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.